السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بقطع الفراخ والاجنحة. معايا توم وفلفل احمر واخضر مفرومين ناعم، ومعلقة من الصلصة الجاهزة، وبصلة مفرومة ناعم، وتوابل وملح، ومعايا قطعة من الزبدة. هبدأ ان انا اخلط كل المكونات، وهنا عصير نص ليمونة، ومعايا رشة من الخل، حوالي معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة من زيت الزيتون. هنا هبدأ نخلط كل المكونات، وهاخد جزء منها اضيفه لصينيه البطاطس اللي هي بطاطس وبصل وفلفل اخضر. هنا اخدت الجزء ده، هبدا ان انا اضيف له شويه من عصير الطماطم المتسبكه. انا معايا كوبايه. وهنا هبدا ان انا اتبل الفراخ واضيف تحت الجلد. اهم حاجه ان انا بعمل الحشوه تحت الجلد. هنا قطعتين من افخاد الدجاج، ومعايا 2 من الاجنحه. طبعا اللي معايا كوبايه من عصير الطماطم المسبكه، جزء منه خدت البطاطس والبصل والفلفل، والجزء التاني للتتبيله، والجزء اللي فضل ضفته على الوش. وهنا معلقه من الزيت وربع كوبايه من الميه المغليه، وهبدا اغطيهم وادخلهم الفرن على الرف الاوسط لغايه ما بتستوي. بعد كده بديها تحميره تحت الشوايه. طبعا هنا انا بحمرها تحمير جامد يعني، ده بيكون طلب حد بيعوز ياكله كده. هنا ببدأ ان انا بمجرد ما بتستوي ان انا بشيل الغطا واسيبها لغاية ما بتتحمر بالشكل ده. هنا قدمته بالشكل ده مع رز بشعرية، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.